كنت عايز اتجوز بنت عمي، وكنا بنحب بعض حبا جما، لكن ابوها اتدخل، قال بنتي خط احمر ومش هتاخدها ابدا. يا عم ازاي؟ مش ازاي، هي اول حاجه بنت عمي مش عم ملك، لا من بعيد يعني. جبت كبارات الناس قرايبنا، قال لا ده بيحبوا بعض، قال لا مش هدي. المهم ادي مشدي بنت عمي اتجوزت. وبعد ما اتجوزت بنت عمي بحوالي سنه اتفاجئت انها بترن علي، قالت تعالي للبيت. تابعوا الحكايه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الامين. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقه جديده من برنامج الحكايه وما فيها. جرت احداث هذه الحلقه بمحافظه القاهره. هنا طبعا لما كان شاب وكان بيحب بنت عمه، هم اساسا مش من القاهره، هم نازحين من احدى المحافظات، لاني طبعا اللي حصل لما نزحوا من احدى المحافظات سكنوا في القاهره من زمان، من نجي 50-60 سنه، من السبعينات. وده طبعا بقول ده بنت عمي، ومتربيين مع بعض وكنا في المدرسه مع بعض وبنحب بعض حب خرافي، حب يتعدى الحدود زي ما بيقولوا. هنا طبعا انا اتقدمت لخطبتها مره واثنين وثلاثه، عمي رفض رفضا باتا وقال لا بنتي خط احمر مش هتاخدها، يعني مش هتاخدها. سوقت عليها الناس قرايبنا اللي جنبينا والكلام ده كله، برضه ما وافقش ابدا، لدرجه ان بنته كانت هتموت نفسها. المهم لما استحالت هذه الجوازه اتقدم لها واحد وخدته بالغصب، هي ما كانتش موافقه خالص، وخلاص انا اشتغلت وارزاقي والكلام ده كله ونسيت الموضوع. وبعد حوالي سنه بصيت لقيت بنت عمي بترن عليا، تعالى يا فلان. انا مش هذكر اسماء لان ده طبعا القصه دي احد المتابعين ارسلها الينا، ويعني في حكايته قال يعني ما تذكرش اسماء، وهو عايز يعرف راي الساده المتابعين في التعليقات، رايهم ايه من اللي حصل ده. فانتوا برضو تشيروا الفيديو وتدعمونا بالاعجاب وتتابعوا الصفحه. وهنا طبعا برضو تكتبوا رايكم في التعليقات، اللي حصل ده نظامه ايه، ويحل المشكله دي ازاي، الاشكال ده ازاي يعني بتاعه ده. هنا طبعا قال بعد سنه جواز رنت عليا، قال طبعا احنا بيوتنا جنب بعضيها، والولد اللي واخدها دي ده برضه ساكن في نفس الشارع، يعني العماير كلها جنب بعضيها. هنا طبعا لما حصل اللي حصل قالت له تعالى. راح فعلا، كان حوالي الساعه قبل الظهر كده، الساعه 11. فتحت له الشقه ودخل. ازيك، سلامات طيبات، انا ما شفتكش من زمان وحشني. قال طبعا احنا كان بيننا قبل كده قصه حب كبيره، وكنا معلقين مع بعض تعليق جامد قبل الجواز، ونروح عندها وتجي عندنا. قال هي بنت عمي بس من بعيد، يعني كنا خالطين مع بعض من ايام الدراسه وشبينا وطلعنا مع بعض. لما حصل بقى اللي حصل ده، قال بصيت لقيتها قالت انا كده بدي فيك وعايز علاقه معاك، لان انا كنت عايز اتجوزك. قعدت على حجري وفعلا عملنا علاقه مع بعضينا، معاشره زوجيه كامله. يا بنتي ده بجوزك ما جوزك، قالت ما تشغلش بالك، تقل قلبي. المهم قالت انا ما بحبش جوزي نهائي، انا مش عايز انظر والكلام ده كله. جوزها بيطلع يشتغل من الساعه 9 ما يجيش الا اخر الساعه 12 بالليل. هنا طبعا الساده المشاهدين بقى اللي حصل ايه، قال روحت خدنا على بعض، كل يوم والتاني تعالى، كل يوم والتاني تعالى. اتمدينا في هذه العلاقه سنه واثنين وثلاثه. المهم ذكر هذا الشاب بيقول خدنا على بعض 3-4 سنين، لا انا عارف اتوب عنها ولا هي تتوب عني. هنا طبعا ربنا بيستر مره واثنين وعشرة، لكن لازم الانسان اذا تمادى في المعصيه لازم أن ربنا يفضل، يا اما جوزها يظبطه متلبس، يا اما الجيران يروحوا يربطوه ويمسكوه والكلام ده كله، وتبقى متاهه بقى. هنا طبعا بيقول مره من المرات اتفاجئت ان بنت عمي اروح ادخل معها في علاقه آسمه رذيله بغاء. اتفاجئت انها جايبه كمان واحده صاحبتها معاها، وهتقول لها بعد ابن عمي ده ما شفتش رجال، هو دي اللي بالظبط، هو دي اللي معدول والكلام ده كله. قال بدأت تجيب صاحبتها كل يوم والتاني والكلام ده كله. فهو بيقول انا عايز اعرف اعمل ايه دلوقتي. رأي السادة المشاهدين يكتبوا لنا في التعليقات يعمل ايه. طبعا ما فيش مجال برأيي انا الا التوبة، مجال التوبة. وبرضه رأيكم محترم السادة المشاهدين، يكتبوا لنا في التعليقات رأيكم يعني يحترم. يعني هنا طبعا
مفيش الا باب التوبه قدامه. لازم انت تتوب، ولازم ما تروحش عند بنت عمك ده خالص وتعمل لها بلوك وتنسى الموضوع ده خالص، لان انت في كلتا الحالات خسران، واجلا ام عاجلا هتتمسك وتلبس، اما جوزها اما الجيران يمسكوك. يا اخي لا دي ولا دي، ربنا رقيب فوقيك. يعني انت مش خايف من عذاب ربنا يوم القيامه؟ وهي لو مره محترمه ولا الكلام ده كله ما تتطلق وتتجوزك، ما تتطلق وتتجوزك. وكانت بتحبك حق زي ما بتقول ما اقدرش استغنى عنك والكلام ده كله، قول لها اتطلقي وتعالي اتجوزيني، ساعتها بقى هتجي الطوبه في المحطوبه، وعمك مش هيرضى يقول حاجه، خلاص ما هي متطلقه، طالما اتطلقت هتتجوزك. يعني احنا مش بنقول حاجه على النساء المطلقات، ده يعني لهم كل الحقوق والواجبات يعني، لكن هيقول لك هجوزها لك، هيتجوزها بشرع ربنا وتندم على اللي فات ده كله. فشرط التوبه ألا يفعل الإنسان هذا الأمر مرة أخرى ويندم ندما كبيرا لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. شرط التوبة أن الإنسان يندم على اللي حصل منه وبطل منه وما يرجعش لمثل هذا الأمر بتاتا. هنا طبعا ويجي زوجها بقى طبعا، وهتفضلوا تتهربوا من الحياة المرة دي لحد إيه؟ لما بيقول هذا الشاب، دي بتقول لي ده أنا قرفانة من جوزي وطهقانة منه، ولما يكون يعني رغبته في الحاجة دي يعني زي ما بيقولوا كده قلبه وقومة وريحته وحشة ومش طايقة وشه خالص، وأنا مش عايش من غيرك، لدرجة ده يعني شوف من الفقر بتاعها جابت صاحبتها كمان. فهو بيقول أنا عايز أعمل إيه؟ توبة، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، وربنا يقبل أي توبة، أي توبة ربنا يقبلها إلا حاجتين اتنين: إنك تقتل نفس عمد متعمدا، أو تقول إنه ما فيش ربنا، الإلحاد والكفر. ومثل هذه الأمور تشيب لها الولدان، أصون عرضي ولو بالمال أفديه، لأن ليس بعد العرض من شيء يواتيه، ومن يزني في بيت ب2000 درهم يزنى في بيته غدا بغير الدرهم. إيه رب يا ورقع الرباية وتحسسوا فإن العرق الأساس، هكذا قال النبي محمد. وانت لما انت يعني شايفه نفسك كده ولا الكلام ده كله، ما تطلب الطلاق وما تمارسيش البغاء، يعني جوزك بيصرف عليك والكلام ده كله في الاخر تخونيه. طب ينفع 3-4 سنين وهو يقول مش عارف اتوب عنها وانت تقول مش عارف اتوب عنه والكلام ده كله والكلام الفاضي، والشيطان يتدخل بينكم؟ توب يا اخو، بادر بالتوبه وهي تتوب. لا اله الا الله. الى اللقاء.